السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوتي، معكم عبد القادر. اليوم رجعنا لكم في حلقة جديدة في حمد القرآن الكريم مع قارئ أنس عبد الستار. ما ندعو للشفاء العاجل، ما ندعو للقارئ أنس عبد الستار جزاه الله كل خير. لا تنسوا الشير والاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يلا خلونا نبلش بالفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هاخد رأيك بس. السلام عليكم. اسم حضرتك ايه؟ ابراهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا قايمين بحمله اسمها حمله نشر القران الكريم في كل مكان. بنخش في الاماكن العامه وبنصور وبنشوف رد فعل الناس ايه لما بتسمع قران. والله انت راجل محترم، انت تقول كلام ربنا بس دي بالدنيا كلها. الله يحفظك يا رب. ممكن اكون انا دخلت دخله مش لطيفه شوي، ولكن يعني انت كنت وشك سمح وتقول كلام ربنا لازم يبقى تقول اي حاجه قبل ما تخش، ما تقولش اي حاجه خالص وتخش عادي. الله يحفظك. طب انت شايف ان المبادره دي نكمل فيها ولا لا؟ مفيش كلام ربنا ما ينفعش ما نكملش فيه، لازم نكمل فيه. بس دلوقتي ممكن يكون في ناس عندها اعتراض، مثلا انا اخش اقرا في الاماكن كده من غير ما اكون مرتب او مثلا الاماكن العاديه. ما يعرفش ربنا يعني نكمل. طبعا نكمل. دوس نذيع يعني. ده انت تذيع في اي حته بجد والله. والله. ان شاء الله الفيديو ده هينزل على السوشيال ميديا، وان شاء الله الناس تدعم، وان شاء الله الناس دايما في ظهرنا، وان شاء الله القران ينتشر في كل مكان. ربنا يبارك لك يا رب. الله يحفظك حبيبي.